أهلا. ده معلش بس نجيب كوباية الشاي. أهلا، ده فيديو جديد من سلسلة فضفضة، أو فيديو ممل تشاهده، أيا كان المسمى اللي أنت هتسميه فزي ما أنت عايز. والفيديو ده يعني هو هيبقى حاجة كده اكستريم، أو حاجة مش اكستريم، حاجة كده مخصوصة أو خاصة من السلسلة دي، وهي بتكلم فيها عن كتب، سواء ترشيحات كتب، سواء حاجات ما رشحش انك تقراها او ارشح لها بديل، او حاجات انا قريت كتاب فعجبني فحابب اوضح اتكلم فيه عن شويه نقط عجبتني، شويه نقط ما عجبتنيش، الكلام ده كله. والسلسله دي بفكر، يعني الله اعلم لسه، ان هي يكون فيها بعض التعديلات زي بعض المونتاج، يعني على خفيف كده، اللي هو قطعات زي الحاجات اللي بتكون ساكته في النص، تجميع كلام، الكلام ده كله، بحيث ان هي تكون يعني ما تكونش مملة للشخص اللي هيتفرج يعني. ولا نخليها كده؟ انا بفكر نخليها كده، لان اصلا الاتنشن سبان بتاعت الناس بطيئة، بقت قليلة أوي، فاحنا عايزين نعملها اكسباند شوية، نوسع الدنيا شوية، فمش عارف لسه يعني. ودي من الحاجات اصلا اللي انا بحب اتفرج عليها، فعشان كده بعملها، اللي هي سلسلة فضفضة دي، واللي هو كان بيعملها ناس كتير تقريبا. اللي كان بادئ السلسلة دي اللي هو يقعد ومفيش أي حاجة وكوباية الشاي، كان مسميها قعدة شاي، اللي أنا أعرفه الدكمة من نصر الله، واللي بحب السلسلة بتاعته جدا اللي هي اسمها قعدة شاي. فخلونا نبدأ، والفيديو ده هنتكلم فيه عن شوية كتب، يعني أنا معرفش عددهم لسه، فنتكلم فيها عنهم، اللي هي كتب مرشحش إنك تقراها خالص، في كتب أرشح إنك تقراها بنسبة بسيطة، وفي كتب اللي هو أرشح لك ليها إنك ممكن حاجة تانية زي إنك تقرا كتاب تاني هيوفر عليك فيها، أو طريقة تانية بدل ما تقراها يعني، وهتكون أحسن ليك وتتشبع المعلومة أكتر وبس يعني. وأول كتاب ما انصحش أقرأ بيه أصلا هو كتاب ابقى قويا 365 يوم. يعني كتاب أنا اشتريته بس علشان بس هو كتاب مشهور يعني. هل انا قريت فيه حاجة؟ لا، يعني انا ما قريتش فيه حاجة يعني، او قريت فيه اللي هو اول صفحة، لقد خلقت باجمل بجمال، لقد خلقت بجمال وروعة، بس هي دي اللي قريتهم فيه، او اول 3 حاجات. فهو كتاب ما حسيتوش، ما جاش معاه سكة، اللي هو بس بيديك كلام موتيفيشن وخلاص، او اي حاجة، المهم ان احنا ايه نكمل 300 صفحة، وكتاب بلا اي هدف. فما انصحش انك تقراه، او ما انصحش انك تشتريه اصلا من الاساس وتضيع وقتك فيه يعني. وكل اللي الاقيهم بيشتروا الكتاب ده او بيتكلموا عنه على السوشيال ميديا بلاقيهم كلام سلبي يعني، والكلام السلبي بقى برضه يظل دعاية. هي دي حاجة، الكلام السلبي او الايجابي هو يظل دعاية. والكتاب التاني هو اسرار عقل المليونير تي هارفارد ايكر، مش عارف يعني ايه. كتاب برضو اللي هو بتاع اصلا يعني حاجات كتير بالنسبة لي مش مفهومة، وحاجات اصلا يعني هو متاخدة من كتاب ريتش داد بور داد لروبرت كيوساكي زي ما هي. فاللي هو لا يعني، اللي هو ليه طيب نقرا كتاب يعني انا حاسه ما بيضيفش اي فايدة، وما بيضيفش اي معنى جديد يعني. وبرضه ما كملتوش للاخر يعني، انا اخر حاجة وقفت فيها يعني بعد تقريبا 50 صفحة من الكتاب، كتاب 226 صفحة، يعني تقريبا ربع الكتاب. يعني الكتاب ده جبت ربعه ما كملتوش، لاني ما حبيتوش في النهاية، وحسيت ان هو بس هو مشهور على الفاضي بس يعني.
لكن ككتاب وكقيمة وكبتاع لا، اللي هو لو في ريت كده هنحط فيه فهنحطه في اللي هو تحت العادي. مش عادي، مش كتاب مقبول لا، هو تحتها، هو ضعيف. وده طبعا هيبقى خارج التصنيف، يعني لان هو مفيش اي فايدة فيه، هو مجرد كتاب بس. انا عملت كتاب عشان يتقال انا عملت كتاب. الكتاب اللي بعد كده هيبان ان هو كتاب مش عارف هيبان ايه، لكن كتاب مشهور برضو. وعلى ما اعتقد الغلاف ده، او اسمه هو فن اللامبالاة، او The Stupid Art of Not Giving a Fuck. يعني هو كتاب، الله على الاسم. يعني المؤلف العربي الصراحة والنسخة العربية الصراحة مخليه الكتاب ده جميل جدا، يعني عن النسخة الإنجليزية طبعا. وأنا بتكلم بجد، يعني النسخة الإنجليزية بتاعته نسخة زبالة، يعني النسخة العربية محلية الصورة شوية. وكتاب يعني نفسي أفهم كتاب فيه إيه غير إن صاحب الكتاب بس بيتفاخر بعلاقاته النسائية، وبيتكلم بحاجات بنرجسية وبعرفة اللي هو في إيه، أنت بتتفاخر بعلاقاتك النسائية ليه ومش عارف إيه. والكتاب يعني هو فيه حشو كتير قوي، وفي نصايح اللي هي ممكن تاخدها من كتاب، من فيديو على اليوتيوب. يعني فيديو على يوتيوب بيتكلم فيه فخلاص هو لم الدنيا. او ممكن لو حابب تقرا عن حاجة كتاب زي ده، هو كتاب المجريات. هو مش في نفس الكاتيجوري بتاعته، بس هو بيتكلم برضه عن نفس الفكرة، اللي هو عدم الانشغال بالأشياء التافهة والانخراط في مجريات العصر اللي زي السوشيال ميديا والكلام ده كله. وإنك تركز في الحاجة المهمة، سواء طلب علم أو أي شيء أنت مهم أنت بتعمله. وكتاب من الكتاب اللي كاتبه الدكتور إبراهيم سكران، بصراحة هو كتاب حلو، خصوصا إن هو متفق معانا كمبادئ وكدين وكهوية. فبيديك نصايح من الدين بتاعك، وبيديك أوامر والكلام ده كله. الكتاب اللي بعد كده هو كتاب 20 ساعة الأولى، أو أول 20 ساعة، كيف تتعامل مع أي شيء بسرعة. والصراحة الكتاب اللي هو فيه تقريبا يعني تقريبا دقيقة واحدة، مش عارف أنا قلت تقريبا كتير ليه؟ عين منه 39 صفحة بس هما المفيدين يعني، وفي محاشي وبتاع، بس هما 39 صفحة هما المفيدين اللي هيفيدوك. غير بقى بعد كده كله بيقول لك جايب لك شوية مهارات والتطبيق العملي عليها. يعني من المهارات اللي كاتبها هنا: البرمجة، اليوجا، الكتابة باللمس، الموسيقى، ان تزحلق الشريعة على المية، اللي هو بس يعني هو كاتب جايب لك شوية أمثلة وشكرا. يعني هو كتاب كله حشو، ما هو إلا حشو، ما هو إلا حوالي 40 صفحة في الكتاب بس هم المفيدين، والباقي كله حشو وقصص عن الشيء ده. وأي نعم القصة بتخدم على الحاجة الأساسية وبتخليك تستوعبها أكتر، لأن بالأمثال تتضح المعاني ويسهل الفهم، وبالقصص، ولكن مش للدرجة دي. يعني مش لدرجة إن الكتاب ما يكونش كتاب تقريبا داخل على 300 صفحة، هو 275 صفحة، مفيهوش غير 40 صفحة مفيدين، والباقي كله هو قصص للكاتب ازاي يتعلم مهارات معينة. فلو الكتاب ده رشح ليه حاجة، فهو أنا رشحك إنك تتفرج على ملخص ليه على قناة زي أقدر. تقريبا كانوا عاملين له ملخص، أو كان تقريبا ديلي صبري عامل عنه فيديو بيتكلم ازاي يتعلم البرمجة في 20 ساعة، وبيطبق المبادئ اللي في الكتاب ده. ولو كتاب زي ده حابب إنك يعني بدل ما تقتنيه وبدل ما تقرأه،
ممكن تتفرج على سلسلة فيديوهات كان دوبامين كافين عملها ليه، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. والكتاب ده برضه ممكن اسيب لكم الملخص بتاعه في الديسكريبشن، يعني سواء لأخضر او لجيل يقرأ لو هم عاملين عنه فيديو، وتوفر عليك يعني فلوس وتوفر عليك وقت، لان هي كتب ما فيهاش اي معاني هوية، او هي بتجيب النصايح اللي هي معروفة وتعيد كتابتها وسويتها بشكل تاني، وبيحشوا قصص كتير قوي، يعني شيء مسلم. الكتاب اللي بعد كده برضو هو نفس اللون اصفر، وهو قوة العادات لتشارلز ديكن. هو كتاب صراحة حلو ومفيد وكل حاجة وجميل وبسمسم، بس كتاب ما جاش معاه سكة. يعني الكتاب بيتكلم عن أمثلة، جايب أمثلة وضرب أمثلة، بس ضرب أمثلة لحاجات هي مشهورة أكتر في أمريكا، يعني هي بس هي مهمتها أمريكا، ولكن اما تيجي انت تقراها كشخص عربي، لو انت مش فاهم في الرياضات دي او مش فاهم الحاجات دي، اللي هو انت بتتكلم في ايه، انا مش فاهم حاجه، فبتبدا سكيب كده، اللي هو بتيجي عند الجزئيه دي سكيب سكيب سكيب، هتلاقي نفسك عديت جزء كبير جدا، هتلاقي في معلومات فاتتك، طب اللي هو في ايه، طب انا مش فاهم، طب الكلام ده كله. فكتاب العادات الذريه هو كتاب سهل، بيقدم تقريبا نفس النصائح اللي هنا وازاي تكون عادات، نفس الكاتيجوري بتاع ده، وفي حاجات مفيدة، وبيشرح، وكتاب مبسط أكتر عن ده، في حاجات كتيرة حلوة. وبرضه ممكن تتفرج عن ده على الكتاب ده لفيديو لعلي محمد علي كان عامله في سلسلة تحليل كتاب، ممكن أسيب لك برضه اللينك تحت الديسكريبشن، اللي هو كان بيتكلم عن العادات والكلام ده كله. هو كتاب اتس جود فيري جود، يعني هو كتاب مش معنى ان انا حاطه في البتاع ده الكاتيجوري دي بالنسبة لي ان هو يكون كتاب وحش، لا هو نيفر. يعني في كتب تانية انا حاططها برضو في الكاتيجوري دي، بس هي مش كتب، هي كتب بالنسبة لي رائعة، بس في حاجات تانية انا ممكن ارشح لك بديل ليها هتكون احسن وتفهم الفايدة بمعنى ادق افضل. الكتاب ده من الكتب الرائعة واللي فيها نصائح حلوة جدا، بس زي ما قلت في حاجات مضروبة بالمثل الأمريكي، الشعب الأمريكي بس، وهي دي برضو نفس مشكلتي مع كتاب ريتش داد بور داد، بس دي هنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. ومش عارف، الكتابين دول من الكتب اللي أنا بحبها الصراحة، بس في حاجة أفضل إنك تقراها. الكتاب قبل الأخير هو كتاب من الصفر لياسر ممدوح، هو كتاب رائع، يعني الصراحة فيه دروس، هو بيتكلم عن 10 دروس، يعني زي ما بيقولك هما بيحطوك على نقطة الصفر، وبعد كده من نقطة الصفر انت تنطلق بقى، هو انت معاك الأساسيات البيزكس، الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها، أو على الأقل مبادئ عندك، وبعد كده تبدأ تنطلق. والصراحة ما رشحش الكتاب ده، لأن هو ما هو إلا عبارة عن السكريبتات أو الفيديوهات، تفريغ للفيديوهات اللي كان بيعملها على قناة على فايروود، يعني ممكن يبقى نسيب لكم اللينك تحت الديسكريبشن، مش عارف ايه كمية اللينكات اللي انا قلت هسيبها دي، يا رب افتكر بس. وهي يعني هتبقى افضل بكتير من الكتاب ده، يعني هو انت كده كده في الكتاب، هو كتاب جيد، بس اللي هو لما انت عملتها فيديوهات ليه تكتبها لي في كتاب يعني؟ بس ده هي دي مشكلتي مع الكتاب الصراحة، يعني مع ان في مشاهير تانية عملوا كتب، بس هي مثلا مش الفايدة بتاعت الفيديوهات هي بس بطريقة تانية، بأسلوب تاني متعمق أكتر، الكلام ده كله. لكن هو يعتبر جاب الفيديو وبس، عمل له اسقاط بس ورتبه، يعني رتبهم كده بس. والكتاب اللي بعد كده نفس الحكاية، وهو كتاب صفات الزوج والزوجة الصالحة، وهو عن الإمام محمد متولي الشعراوي، كتبه عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، يعني هو ده الكتاب، وكتاب جميل وكل حاجة، ولكن الكتاب ده لو حد خده زي ما هو كده، وخد الآيات وخد الأحاديث وخد كل اللي في الكتاب ده،
الإمام محمد متولي الشعراوي كفيديوهات، جابها كفيديوهات ورصها في بلاي، مش هقول عملها فيديو طويل وعمل، لأن الموضوع عارف إن هو صعب جدا. جاب بلاي ليست وعملها كبلاي ليست فيه، وواحد جه دخل يعني حتى بعد الإضافات ممكن يتعمل لها. يعني في عبد الرحيم ابن الإمام محمد متولي الشعراوي كان حاطط بعض الإضافات على الكتاب يعني، أو بعض الحاجات يعني آراء والكلام ده. فهو ممكن تتعمل فويس اوفر بس، وتتضاف في نهاية كل فيديو أو في نهاية كل حاجة، زي شابتر كده وبتاع. وكتاب فعلا يعني رائع، وهو واخد أسلوب الإمام محمد متولي الشعراوي. يعني أنت لما بتقرا الكتاب بتحس إن هو ده طريقة كلام الإمام محمد متولي الشعراوي. حتى هو مكتوب بالعامية، يعني هو كتاب مكتوب بالعامية مش مكتوب باللغة العربية الفصحى، وده برضه مكتوب بالعامية. يعني إيه، فاللي هو تمام. بس الكتاب ده اتمنى ان حد يعمله بالطريقه اللي انا قلتها عليها دي، واللي هو انا عايز اعمله بس الصراحه مكسل، لان هو هياخد وقت طويل قوي، سواء ان هو يعمله كفيديو طويل او هيعمله كسلسله فيديوهات بيتكلم عن كل شابتر. لان هو عبال ما يدور على الايه ويدور على الشرح، يجيب الايه بشرحها ويقصها من فيديو يحطها ويعمل فموال. ودي مشكلتي مع الكتاب الصراحة. هو كتاب ياسر ممدوح من الصفر. يعني هما دول مشكلتي مع الكتابين دول، يعني اللي هما إن أنت ممكن إن هما موجودين أصلا على النت كفيديوهات وكشرح، وكفيديو أنت هتستفيد أكتر من الكتاب. يعني هو أنت شايف حد بيشرح قدامك يعني. بس دي مشكلتي مع الكتابين دول. لكن باقي الكتب دي ففي ناس مشكلتي معاها جامدة أوي، في ناس لا اللي هو عادي، هو كتاب جيد وكل حاجة بس مثلا في حشو كتير. في كتاب تاني هو كويس بس أنا مش فاهمه أو مش مناسبني، فعشان كده حطيته في الخانة دي، الكاتيجوري دي بالنسبة لي. في كتاب تاني هو مجاش معايا أصلا، يعني هو كتاب بيتكلم في حتة وأنا في حتة تانية وبس. وبالنسبة لي من اللي أنا قريتهم يعني أو قطعت فيهم مش كبير وأبشعهم، هو كتاب مارك مانسون فن اللامبالاة. هو كتاب بس، هو الكاتب معظم الكتاب بيتفاخر بعلاقاته النسائية، بيتفاخر بإن هو مش عارف، مش عارف والله. يعني هو كتاب غير مناسب لينا في الوطن العربي بكل المقاييس. هو المفروض أصلا في حركة الترجمة والكلام ده احنا بنشجع عليها جدا، وبشجع إن الكتب العربية تترجم من كتب عربية والكلام ده كله. إن هي ياخدوا بالهم هما بيترجموا إيه وبيترجموها إزاي. زي كتاب مثلا ذا سيكريت أو السر، ده من الكتب اللي هو ترجمته اللي هو لو معايا، هو انا لو قدامي مش هشتريه يعني، هو قدامي كتير ما اشتريتوش، لان هو كتاب بيتكلم بيتناقض معانا كاسلام بشكل مباشر يعني وبشكل تام. وترجمة العربية هو محل الكتاب، يعني هو مخلي الكتاب حلو. يعني مثلا كاتبة كانت بتذكر حاجة بتقول لك قررها 10 مرات والحاجة دي هتجيلك، طب اقعد سوف تديها لك. فالترجمة العربية كتبها لك إن الله سوف يمنحك هذا، اللي هو إزاي يعني. إحنا في الدين الإسلامي وكعقيدة إسلامية، هو الحاجة دي أنت مش تاخدها غير لما تسعى. يعني لازم تسعى ولازم تاخذ بالأسباب عشان يجيلك الشيء ده. ودي حاجة إحنا مأمورين بيها، ومأمورين برضه بالدعاء والكلام ده كله، وعارفين وممكنين إن في حاجات ربنا هيديها لنا بالدعاء بس، وفي حاجات لازم نسعى ونجتهد فيها. فاللي هو انت بتتكلم في ايه؟ يعني هو الكتاب ده بيتكلم عن حاجة إلحادية، اللي هو ازاي ومش عارف ايه الكلام ده كله. فبس، ودي كان كل حاجة. دي فيديو النهاردة. أتمنى إن السلسلة دي تعجبكم، مع إني مش عارف إن مفيش حد بيتفرج دلوقتي، وعارف إني يعني بس هو مش حد بيتفرج دلوقتي. وممكن بقى يعني القناة إنها نايمة كده كتير، نايمة ممكن بعد حتى ما أموت. بس عادي يعني مش فارقة. اللي هو أنا بعملها بس عشان
زي ما قلت قبل كده، وهعيد وهكررها كتير عشان انا عايز اعمل ده وعشان انا بحب ده بس. والله جه من ورا مصدر دخل حلال، فمفيش اي مشكله، سبونسرنج او اي حاجه ما جاش من وراها، فخلاص اتس اوكي. وثانك يو فور واتشنج. سلام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.